ازيكم موحوش، رجعنا لكم فيديو جديد. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. فكرة الفيديو النهاردة ان شاء الله هقول لكم اللي بيحصل عندنا في الشارع او عندنا في المحافظة عموما، وهوريكم شكل الزينة في مصر او في جنة بالذات عاملة ازاي. فعايزك قبل ما تبدأ الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب وتقدر التعب والزينة والشغل اللي جايلك ده. يلا بينا نبدأ الشغل. وهنا نبدأ الفيديو بالزينة، نوري نشوف للناس الزينة عاملة ازاي وشكلها ازاي وقبل ما تتركب عاملة ازاي. يلا بينا. وهنا ابتدينا نركب الزينة حتة حتة ووريتكم حتة حتة. دايما بصور اللي بنخلصه، نصور الحتة دي، نخلص الحتة دي نخلصها نصورها، بظبط لكم وبوريكم كل حاجة بالتفصيل. هو ده. وهنا اتفاجأت بواحد مركب الزينة في هدومه وعمال يرقص مرة واحدة كده، لقيته بهلوان مش عارف ماله يعني. ده تأثير الصيام قبل رمضان. للعلم يا جماعة الفيديو ده متصور قبل رمضان بيوم أو يومين، فمعلش على التأخير. اكشن اكشن. طيب ليه؟ لا شيطان بتقول ايه؟ ابتدي بقى. وهنا كان بنعلق الزينة، وهنا كانوا بيعاملوني معاملة العبيد. كانوا ممسكين الزينة ومعذبيني معهم، سايبين الدنيا كلها وأي حاجة ومسايبيني أنا ماسك الزينة. ده اللي ربنا قدرهم عليه. وطبعا انتوا زي ما انتوا عارفين مينفعش شارع او زينة من غير مشاكل او هزار. الاتنين بيجروا ورا بعض، سايبين الزينة والواد اللي كان على السلم ورايحين يجروا ورا بعض. زي ما انتوا شايفين الزينة شكلها جامد. وده الشارع بتاعي. هنا كنا بنركب الشارع بتاعنا، فنحاول نخليه احلى واحسن. لأول مرة او تاني مرة من ساعة ما سكنت او من بدري، اصلا من بدري يعني. احنا مش بنركب زينة في الشارع ده خالص، فربنا كرمنا وبقينا نركب زينة. ودي حتة في السوبر ماركت الاخر الشارع بتاعي عاملين حاجة حلوة يعني. وهنا واحد بيمسي عليكم بيقول لكم احلى مسا عليكم الادارة شطارة. فانتظروا الجمدان، لسه ده ولا اي حاجة. عايزك تصلي على النبي كده وتشوف الزينة بقى وايه. تصلي على حبيبك عشان هو اللي يشفع عليك في الدنيا والاخرة يعني، ويشفع عليك في الاخرة. فعايزك تصلي عليه دايما يعني، زهقان او فاضي مشغول او مش مشغول تصلي عليه. ايوه وعايزك تشوف جمال الشارع كده. يا باشا، بعد ما نحمد ربنا ان تعبنا دي اتعمل. وخلصنا الساعة 4 ولا 3، 4 أو نص أو 4 بالظبط، خلصنا الزينة. الحمد لله تعبنا وعملنا حاجة كويسة. فهتشوفوا الصبح تاني يوم ده بعد ما صحينا من النوم. كانت الزينة شكلها كده من فوق. أنا كنت ساكن في الدور الخامس وشايف الزينة من فوق شكلها. هتشوفوا انتوا، أنا مش هتكلم. وهنا بعد ما شفت الزينة من تحت، من تحت بقى في الشارع الصبح بصبح والدنيا رايقة وهوبا تك تك. هنبدأ بقى في الشوارع المجارية يعني جنبينا. الشارع التاني هوريكم المناطق التانية. هتشوفوا دلوقتي الشوارع اللي جنبينا وفي نفس المنطقة اللي أنا فيها. بعد كده شوية قدام هوريكم وسط البلد عندنا. فأود دلوقتي واحدة واحدة هلف على شارع شارع منطقة منطقة أصور لكم الزينة وهتشوف الإبداع. وهنا اوريكم منظر الكافيهات عاملة ازاي عندنا في جنة. ده اقل كافيه في جنة شايفه انا. وادي ده مطعم برضو يعني، حاجة كده صغيرة كشك زي بتاع الفول ده بيوزع فول. الزينة منظرها حلو يعني. واعذروني انا بصور صبح ليل صبح ليل عشان انا بصور في كذا يوم مش يوم واحد بس. ده برضو في الشارع في منطقة من اللي عندنا يعني، كذا منطقة من اللي عندنا. هتشوفوا كذا حتة وكذا منطقة. حبيت اصور لكم كل حتة وكل حاجة في المنطقة عندنا. واثناء وانا بصور الحتة دي قابلت واحد عزيز علي او بحبه يعني، اخويا وحبيبي الحلاق سلو. وهنا هتشوفوا حاجة حلوة يعني. الشارع ده عجبني الصراحة. هو الشارع ده والشارع اللي هتشوفوه دلوقتي، الشارع ده والشارع اللي هتشوفوه دلوقتي حاليا مهتمين بالزينة جامد، عاملين شغل تجيل. هو ده الشارع اللي بقولكم عليه.
عاملين حاجة حلوة عجبني الصراحة، عاملين حاجة شغل جميل يعني، وبيهتموا بكل حاجة بتفاصيل كل حاجة مع بعض. الشارع ده للأسف كان شارع جامد زي ما انتم شايفين، بس للأسف الزينة مرة واحدة اتقطعت. وهنا عند بيت ستي عاملين في البلكونة إضاءة كده صغيرة كده بسيطة، عجبتني الصراحة. مرضتش أعدي الموضوع بالسهل، قلت لا لازم أصورها، فعجبتني قلت أصورها وأوريكم الجمدان يعني، وأوريكم برضو البلكونة اللي جنب ستي برضو عاملين إيه في البلكونة في البيت عندهم. أحلى حاجة لما تعمل في المنطقة أو الحتة بتاعتك بالذات، أو كمان البلكونة بتاعتك بالأخص، زي ما انتوا هتشوفوا كده جمدان وروقان. وهنا بقى نبدأ نخش على الشوارع والحواري والمناطق الضيقة والصغيرة. ما سبتش تفصيلة أو مكان إلا وحبيت أروح أصور فيه عشان أوريكم الزينة فعلا عندنا في الصعيد أو في جينا بالذات عاملة ازاي. الموضوع الصراحة كان السنة دي الصراحة أنا شايف فيه اهتمام أكتر، ويا رب يبقى ده في استمرارية يعني. هتشوفوا منطقة كل منطقة حسب الزينة بتاعتها، والصراحة في كم منطقة معينة عجبتني الزينة بتاعتها وكانت الإضاءة بتاعتها كانت قوية، فحبيت أصورها وأوريكم الشغل حلو عامل ازاي. فزي ما هتشوفوا حلاوة على رواقة. فعايزك كنت بتتفرج كده متنساش برضو انك تعمل لايك وسبسكرايب لاخوك يعني، زي بعض عايزين نوصل مع بعض واحدة واحدة، لأن لسه ان شاء الله اعمل لك شغل تجيب. يلا بينا، صغير وضيق وطويل. شكرا. وهنا ناجي للفقرة اللي بتعمل كل سنة، وفقرة اللعب. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين دي ماسك سلك وبلعب، بس انا ارجح ان الحاجات دي ما تتعملش للاطفال، انا عملتها بس عشان ايه الفيديو يبقى حلو وبسيط كده. ده هيبقى فيديو موت يا صاحبي. تعالوا نطلع برا شوية ونشوف الدنيا عاملة ازاي من برا. بس ده اخر شارع هصور، وان شاء الله هنبدأ نصور بقى وسط البلد والناس والزحمة ازاي في رمضان عاملة ازاي. نبدأ بقى هنا منطقة في جنة اسمها شارع جميل، منطقة كده في وسط البلد، الناس رايحة جاية عشان تروح تلحق تشوف الزينة وتجيب الزينة وزي كده. فزي ما انت هتشوف الفيديو هتشوف شغل تقيل ورايق فعلا عشان وسط البلد مع انه واسع، فالزينة بتبقى واسعة فواخدة مكان كبير. فزي ما انت هتشوف دلوقتي هتشوف روقان وجمدان وعظمة، عايزك تقدر كل ده يا صاحبي. هو انتوا ليه قاعدين بتصوروا من بعيد؟ شايفين الزينة ليه كده من بعيد؟ تعال اقرب لكم مسافات شوية. يلا بينا يلا بينا. ايه رايكم كده؟ انا متهيألي انا شايف ان كده احسن صح؟ المحلات جنبينا، الزينة جنبينا وفوقينا. يلا نكمل الفيديو مع بعض. واثناء نحن وماشيين لقيت شخص بينادى علي يقول لي تعالى يلا بينا وبيسلم علي. وهنا لقينا افتتاح اتعمل في رمضان والدنيا مقلوبة عنده والناس زحمة، ما صدقوا في محل فتح جديد ورخيص وشغل جامد. انا مش بعمل له اعلان والله، بس الناس بتتكلم عنه. وهنا منطقة برضو في وسط البلد حاولت اصور لكم فيها حاجات بسيطة ولذيذة يعني. تعالوا نخش على اللعب شوية. لو انتوا عارفين مفيش افتتاح من غير يا قرد يا شخصية بيلبسوها عشان يفرحوا الناس ويرقصوا بيها. وزي ما انتوا شايفين هذا المحل بيتكلم عن نفسه، إضاءة وشغل تكييف، وادي الحيوانات شغالة وفرحانة بالناس. يلا بينا. في مهرج انا قابلته حاولت اتصور معه وكان هيتصور معي، بس لله من الراجل اللي كان واقف جنبه ده فما عرفتش اتصور معه. حاولت اصور لكم من انا بس. ونخش بقى في وسط البلد الوسع اكتر، والشارع ده عجبني. واثناء وانا ماشي في الطريق ده قابلت راجل قال لي بتصور يوتيوب ولا ايه؟ طب تعالى صورة. يلا بينا. رحت صورت. يلا بينا. وهنا ما ينفعش اعدي من غير ما اسلم على ابو مكة، تعرفين انا بحبه احسن لاعب في العالم. سلمت عليه وبوسته كمان. وهنا عبد الله اضطر يصورني وقال لي لا لازم، بس ممنوع للاطفال. في رمضان في رمضان سيبكم من اللي فاتكم واللي جايكم تاني خالص عشان هتشوفوا شغل فعلا تقيل. شايفين ان محوطة نص الطريق عامل ازاي؟
يمين وشمال وقدام وورا والناحية دي والناحية دي. بصوا جامد. ولسه في كافيه اسمه شقاوة كافيه هتشوفوه دلوقتي، صورته من جوا. عاملين نظام اول مرة اشوفه في الكافيه. انا كنت شغال في الكافيه ده، فاول مرة اشوفهم بيعملوا كده في رمضان. فالصراحة كانوا عاملين شغل جامد يعني. وهتشوفوا اخر حتة ختم لكم ختمة تليق بيكم. هتشوفوا كل حاجة دلوقتي. دخلنا في وسط البلد صح هنا، يعني كل الناس بتعدي وتروح، والزينة الصح برضو هتشوفوا انت. انا مش هتكلم، عايزك تقول لي رأيك بس مش اكتر. هل كلامي صح ولا كنت بفقس ولا اقول اي كلام؟ يلا بينا نشوف الشغل الجديد. والمول برضو، في مول هنا عجبني دخلته، هتشوفوه دلوقتي. كان شغله رايق. هو ده اللي انت هتشوفوه حاليا. يلا بينا، هو ده. بعد المول ده هنخش على كافيه شقاوة او شقاوة كافيه، نبدأ الزينة والشغل الجامد بالظبط. يلا بينا جولة جوا. يلا بينا. وعايز اقول لكم، هل فعلا كلامي كان صح ولا انا بتكلم بطبل عشان انا كنت شغال فيه، مع ان انا مش خلاص سبت وخلصت يعني، بس هو الصراحة عجبني. يلا بينا. وهنا بعد ما طلعنا من الكافيه شقاوة او شقاوة كافيه، رحنا منطقة جنب الكافيه اسمها الممشى، ينفع نتمشى فيها. بعد كده رحنا الختام بقى، الحتة اللي فيها رواق، الحتة فيها هلال وفوقيها زينة. هي دي الخاتم، بس مش هي دي بالظبط، دي حتة من الخاتم. أظن يا رب تكون استمتعت بالفيديو، ويا رب الفيديو يعجبك. أنا حاولت أصور لك كل حتة وكل لقطة في جنة أو في المنطقة اللي أنا قاعد فيها، وحاولت أجيب لك حاجة كويسة. عايزك قبل ما تمشي وتكون إن شاء الله استمتعت بالفيديو، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، عشان إن شاء الله أعمل لك كل جديد وحلو وأحسن. فكده أقدر أقول لك قبل ما تستمتع بآخر دقيقة أو الدقيقتين دول أو الدقيقة وشوية، عايزك تعمل لايك وسبسكرايب ليا عشان تفرحني وتخليني ان انا اقدر اكمل وافضل اكمل تصوير، عشان اعمل لك حاجة كويسة واجيب الكاميرا اللي نفسي اجيبها عشان اعمل لك اضاءة كويسة. فعايزك تقدر التعب ده مش اكتر. فهسيبك مع الفيديو، وانا اقدر اقول لك كده دلوقتي يلا بينا، سلام.